السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم أحلى اخوات في الدنيا؟ وحشيني كتير من الفيديو اللي فات. طبعا بحبكم جدا وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب يكون قضيتوا أحلى عيد، ويا رب يجعل كل أيامكم عيد. طبعا زي ما انتم شايفين اللهم بارك هنعمل عجينة البيتزا بطريقة جميلة جدا، وهتطلع معاكي زي القطمية كده بالظبط، وطرية جدا يعني حاجة اللهم بارك. هنا طبعا كنت بوريكم ان انا معايا بهارات. طبعا انا هعجن، يعني هحط لها شويه بهارات بصراحه كده بيخلوا العجينه طعمها حلو جدا بصراحه. يعني انا هحط معلقه صغيره من توم باودر، ومعلقه صغيره بصل باودر، ومعلقه صغيره فلفل اسمر، ومعلقه ملح صغيره، ومعلقه كبيره سكر، وهنحط شويه صغيرين من الزعتر. بصراحه بيدوها طعم جميل قوي. معلقه 3 معالق لبن بودر، وهنحط معلقه كبيره من الخميره الفوريه، وربع كوبايه من الزيت. وده طبعا كيلو من الدقيق او الطحين ونخلينه كويس جدا. وهنزل كده بالتوابل. بصراحه التوابل دي بتبهر لي كده العجينه وبتخليها طعمها حلو قوي في البيتزا. وهحط 3 معالق كبار زي ما قلت من لبن بودر، ومعلقه خميره فوريه كده، وهقلب كل الكلام الحلو ده كده مع بعض. ونزلت بربع كوبايه من الزيت. وطبعا بصراحه انا هعجن على عجان، سامحوني، لان يعني بصراحه الحمد لله يعني الايد بعافيه شويه. هنعجن على العجان كده في ثواني ما شاء الله اللهم بارك. في العجان بتاخد حوالي 7 دقايق، ولو على ايدينا يعني بالظبط 10 دقايق مش اكتر. عجينتها سهلة جدا وبسيطة، وعايزة اقول لكم البيتزا من اسهل ما يكون، وطريقتها بصراحة ربنا سهلة جدا. انا نزلت كده بالمية باول كوباية مية، من مية عادية خالص من الحنفية، مش من في فصل الصيف بنعجن بمية من الحنفية، وفي فصل الشتاء بنعجن بمية دافية. هعجن كده زي ما انتم شايفين كده على العجان. هنزل بالتدريج المية. هنا بقى زي ما انتم شايفين كده بنزل بالتدريج المية. وحتى لو هنعجن على ايدينا برضو ننزل بالمية بالتدريج، ما نزلقش المية مرة واحدة، لان في دي بيمتص السوائل، وفي دي لا. نخلي بالنا من النقطة دي. بصوا العجينة معايا ما شاء الله اللهم بارك. عجينة زي الملبن كده، اللهم بارك. انا بحبها قوامها كده بصراحة. هسيبها بقى ايه تختمر. عجينة البيتزا بنسيبها تختمر، بتقعد ما شاء الله يعني مش بتقعد كتير على فكرة. في فصل يعني الصيف ما شاء الله بتختمر العجينة معانا على طول. يعني انا عبل ما عملت ما شاء الله اللهم بارك الصلصة بتاعة البيتزا كانت ما شاء الله زي ما شفتها في اول الفيديو كده، كانت ملت طبق زي ما اللي هي البولة بتاعة العجان كده كانت ملتها. هنا بقى غطيها بورق استرتش او تغطيها بفوطة مطبخ، وتسيبيها بقى على جنب، وكملي بقية حاجتك اللي انت هتعمليها. بحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. واللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش بلايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. طبعا هنا كنت بقول لكم ان انا استخدمت 3 كوبايات ونص من الميه دي، من الكوبايه دي. خلاص. هنا بقى هنعمل الصلصه بتاعه البيتزا. معايا 5 حبات كده من الطماطم، و4 فصوص توم، وبصلايه محترمه كده، وهرفعهم على نار متوسطه، وهنسيبهم ايه يستووا معانا عبل ما نجهز ايه الحشوه اللي هنعمل بيها. طبعا انا هعمل حشوة فراخ بصراحة، وهعمل حشوة لحمة. فانا عندي هنا شوية يعني كام حتة كده من صدور الفراخ، فاقطعهم حتت صغننة كده. طبعا الحشوة دي على حسب رغبتك، وعلى حسب ما بتحبي، وعلى حسب يعني انتوا ما بتحبوا ايه هتعملوا. احنا بنحب بصراحة الفراخ واللحمة، يعني نحب البيتزا بالفراخ وباللحمة. حابة بالبسطرمة مفيش مشكلة، حابة هتعملي كل الخطوات بالعجينة دي. تصدقيني انا يعني كانت عجينتها بمنتهى الجمال اللهم بارك. هنا بقى ايه حطيت شوية من الزيت ومعلقة حلوة كده من الزبدة، وهننزل بالفراخ بتاعتنا كده. طبعا الصلصة على النار نحط يعني على نار متوسطة زي ما قلت. والصلصة احنا عملناها بتاعة البيتزا قبل كده مع بعض، فما رضيتش ان انا اطول عليكم الفيديو بالزيادة، فانا هرفعها على النار زي ما قلت، وبعد كده هوريها لكم هنعمل بقية الخطوات ايه. طبعا بحبكم في الله جدا جدا، وبحب تعليقاتكم الجميلة. يا رب يدومكم نعمة في حياتي، وعيد سعيد عليكم. يا رب تكونوا قضيتوا احلى عيد، ويكون كل ايامكم عيد وهنا يا رب العالمين. هحط بقى معلقة صغيرة من كمون، ومعلقة صغيرة فلفل أسمر، ومعلقة من 7 بهارات، وهحط بقى معلقة ملح ومعلقة بابريكا. وبصراحة مش هكتر توابل أكتر من كده، أنا مش عايزة يعني طعم التوابل يبان أكتر من كده فيها يعني. هقلب بقى الكلام الحلو ده كله كده مع بعض.
طريقتها سهلة زي ما قلت البيتزا. وطبعا انتوا عارفين ان كل حاجة بقت غالية جدا جدا، يعني بشوية دقيق ومية هتعملي ما شاء الله وتفرحي عيالك بيها. يعني حاجات زي ما قلنا مش في بيتنا، ما بتكلفناش كتير، وفي نفس الوقت افضل واحسن وانضف بصراحة. هنا بقى ايه، حطيت بصلاية كده عشان بس ازود الكمية معايا في الفراخ. هقلبها بس هديها كام تقليبه كده لما دوب البصل هيدبل معانا، وهنزل بقى ايه بشويه فلفل الوان، وهقلب كده وخلاص كده خلصت معانا الحشوه بتاعتنا. طبعا انا كان عندي بصراحه لحمه مفرومه يعني متعصجه، هكمل بيها برضو. هنا بقى بصوا الطماطم استوت خالص، بصوا القشره بتتعان بكل سهوله. اهو بنشيل القشره بالشكل ده، نتخلص منها اهو بالشكل ده بكل سهوله. كده خلاص يعتبر الصلصة اتعملت معانا. هضربها بقى ايه، لو عندك هاند بلندر ممكن تضربيها زي ما هي كده في الحلة او في الجزرونة زي كده، لكن انا بصراحة ما عنديش، فهضربها في الخلاط وهرجع اوريها لكم. كده ضربتها في الخلاط وحطيتها تاني في الجزرونة، وحطيت لها ايه معلقة سكر، وحطيت لها معلقة صغيرة ملح، وحطيت معلقة صغيرة فلفل اسمر، وهقلبهم بقى وهرفعهم على النار بس كده. بصوا العجينه ما شاء الله اللهم بارك، عايزه اقول لكم والله ما قعدت ما شاء الله، يعني عمل ما عملت شويه حاجات كانت هي خمرت. يعني عمل ما عملت الحشاوي دي في ثواني كده، والحاجات اللي احنا جهزناها دي كانت ما شاء الله خمرت معايا بالشكل ده. ما قعدتش بالظبط تلت ساعه ولا ربع ساعه، ولقيتها بسم الله ما شاء الله ملت البوله بتاعه العجان كده بالشكل ده. جبت الصراحه طبق كده ودهنته ايه من دهنه بسيطه كده من الزيت عشان العجينه ما تلزقش مني. وهقسمها على ايه، على 3 بيتزات، كل واحده متوسطه كده، يعني كل واحده اكبر من واحده شويه على حسب الصواني اللي عندك. انا هعمل في الثلاث صواني اللي هم جوا بعض بتوع البيتزا، يعني هعمل واحده كبيره واحده صغيره وواحده وسط. خلاص بس كده خلصت اهي، هسيبها بقى ترتفع واوريكم بقى ايه الحشوات اللي احنا هنجهزناها مع بعض. دي بصراحه لحمه كانت عندي معصجاها كده ومجهزاها، وده طبعا فلفل الوان، وده زيتون مخلي كده، ودي الصلصه اللي احنا عملناها وخلصت معانا، وده طبعا الفراخ اللي احنا جهزناها، ودي الصواني اللي ليها 3 صواني اللي هم ايه متوسطين، 3 صواني متوسطين. هدهنها كده دهنة بس بسيطة من الزيت زي ما قلت، دول 3 صواني متوسطين، هعمل او عاملة كل واحدة يعني اكبر من واحدة بشوية. هاخد اول دي اول كرة بقى، هاخدها كده بنقي الكبيرة بصراحة عشان دي اكبر صينية، وهفردها. طبعا لما بترتاح معانا بتتفرد بكل سهولة. هفردها كده في قلب الصينية. مش قادرة اقول لكم على طعمها وعلى جمالها بصراحة. العجينة نفسها كان طعمها حلو جدا بالتوابل اللي احنا حطيناها دي، جربيها وان شاء الله تعجبكم جدا جدا. انا بصراحة هنا بعمل لها زي حرف كده. البيتزا احنا عملناها بكذا طريقة على القناة، وعملناها بالفينو، وعملناها يعني بصراحة عملنا كذا نوع بيتزا مع بعض. وبصراحة ربنا انا بهدلكم يعني العجينة دي بصراحة كانت جميلة جدا، كانت عاملة زي القطمية كده وخفيفة، وبصراحة ربنا طرية جدا جدا. هنا بقى زي ما شفتوا كده اهو فردتها وعملت لها حرف كده اهو بالشكل ده. هجيب بقى الشوكة كده نفتحها بس كده بسيط، بنشكها كده كام شكة كده علشان ما تقبش وتعلى مننا زي رغيف العيش في الفرن. لا احنا بنعملها كده كام شكة بالشوكة كده، بنفتحها نعملها فتحات. وهنزل بقى ايه بالصلصة كده اللي احنا جهزناها. طبعا الصلصة كانت دافية شوية بصراحة، طبعا كنا مستعجلين عايزين ناكل بصراحة يعني. عايزة اقول لكم ان عيالي من عشاق البيتزا بصراحة، بيحبوها جدا جدا. فطبعا انا قلت لهم لا احنا، هما كانوا عايزين بصراحة يجيبوا من بره، قلت لهم على ايه احنا هنعملها على طول مع بعض ان شاء الله، مش تاخد في ايدنا ثواني. وحقيقي فعلا ما خدتش اي حاجة، وكانت بسم الله ما شاء الله، يعني بشوية دقيق ومية وشوية حاجات الحمد لله من بيتنا عملنا احلى بيتزا وفرحنا بيها عيالنا. هنا بقى حطيت الصلصة اه بالشكل ده. هنا بقى بصراحة ربنا انا المفروض كنت حطيت جبنة، لكن انا الصراحة نزلت كده باللحمة على طول بصراحة، لان الجبنة كانت يعني على قد شوية الصراحة، فكنت هحطها كلها على الوش يعني عشان تبقى ايه باينة اكتر. فلو انتي عندك جبن بصراحة كتير فهتحطي جو الاول قبل الحشوة اللي هتحطيها بعد الصلصة على طول، تحطي شوية من الجبن. انا عاملة كده في البيتزا اللي قبل كده، بس انتوا عارفين انتوا اخواتي ومخبيش عليكم بصراحة يعني.
هنا بقى نزلت بقى بعد ما حطيت احنا دي هنعملها باللحمة. بعد ما حطيت اللحمة كده نزلت بشوية بصراحة ربنا فلفل كده ألوان بيخلي طعمه وشكل حلو أوي بصراحة. نزلت شوية كده من الفلفل الألوان، وهننزل برضو شوية من الزيتون أخضر والزيتون الأسمر دوا، يعني شوية من ده وشوية من ده بالشكل ده. الصراحة كانت شكلها حلو أوي. طبعا أنا البيتزا بصراحة لما باجي أعملها على طول من غير ما أصورها، فبصراحة بحط الجبنة بعد ما يعني ما تاخد يعني بدخلها الفرن شوية، يعني ادخلها الفرن تعمل شوية، وبروح حاطة يعني نازلة بالجبنة عليها بصراحة، علشان الجبنة ما تتحرقش معايا وتعمل معايا مطة شوية بصراحة. هعمل كده برضو في البيتزا دي طريقة حلوة جدا بعملها بصراحة كتير. وبدهن بصراحة الصينية كده يعني دهنة بسيطة من الزيت عشان ما تلزقش برضو معاكي. ولو مش حابة تدهنيها ما تدهنهاش مفيش مشكلة، بس انا بحب ادهنها بصراحة ما بتلزقش خالص. دي اللي هي نعملها التانية اللي هي بالفراخ. عملت نفس ما عملت كده، فردتها وعملت لها حرف كده وفتحتها بالشوكة زي ما قلنا كده عشان ما تقبش معانا في الفرن. ونزلت بالصلصة كده. عايزه اقول لكم الصلصه كانت عامله زي الكاتشب بالظبط بصراحه، كانت طعمها جميل قوي قوي بصراحه. اهو هنزل بالفراخ زي ما قلنا زي ما عملنا برضو في الاولانيه. وزي ما قلت حابه تحطي جبن الاول بعد مرحله الصلصه دي تحطي جبن هتبقى احلى واجمل بصراحه. بس انا مش بكدب عليكم والله. الجبنه كانت عندي طبعا، كان الوقت متاخر ما كانش ينفع اخرج حد من البنات، فعملت بصراحه ربنا بالموجود عندي. حطيت بقى زي ما شفتوا كده، نزلت بالفراخ وبعد كده الفلفل الالوان، وحطينا نفس ما عملنا في الاولانيه. طبعا كنت مشغله الفرن بسخنه بدوس كده بصراحه ربنا بديها يعني دوسه بسيطه كده ان الحشوه تبقى ماسكه فيها وما تقعش منها، حتى لو استوت تلاقيها ماسكه كل حاجه ماسكه ببعضها، ولا الزيتون يقع ولا اي حاجه. وبدهن الحروف كده دهنه بسيطه كده بالفرشه كده عشان بس تبقى مديها لون كده مع البيتزا ما تبقاش مبيضه. اهو كده خلصت. طبعا سخنه الفرن زي ما قلت لكم، وبدخلها على نار على حرارة 180 في الرف اللي في النص. ما شاء الله اللهم بارك. هتشوفوها هنا كنت عملت التلاتة دي بقى الصغيرة عملتها ما شاء الله يعني كوكتيل فراخ على لحمة يعني مشكلة ما شاء الله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك يعني شوية دقيق وشوية حاجات عملوا معانا. طبعا هنا بقى بصراحة حطيت بقى في الفرن واستوت معايا. اول ما دخلت على سوا بصراحة رحت حاطة الجبنة، ما اكدبش عليكم زي ما قلت لكم الجبنة ما كانتش كتير بصراحة. وطبعا بعد ما عملت الفيديو ما كانش ينفع بقى ان انا خلاص يعني عملت بصراحة وعملت كل حاجة، بس ما كنتش اعرف بصراحة ان الجبنة مش هتكفي التلاتة. فالحمد لله على كل حال، بس طلعت معانا والله بمنتهى الجمال زي ما انتم شايفين. وفرحت عيالي بيها وعجبتهم جدا. وبصراحة ربنا كانت ريحتها قلب الدنيا وطعمها جميل، وعجينة مش قادرة اقول لكم على جمالها وطعمها، وعاملة زي القطمية بالظبط. وبصراحة ربنا الجبنة برضو ما كانتش قد كده، يعني مش اللي هي المطاطة قوي، يعني ما كانتش بتمط قوي بصراحة. بس بصراحة ربنا البيتزا كانت في منتهى الجمال. بصوا من تسوية من تحت اللهم بارك، يعني كانت حلوة قوي. بصوا العجينة نفسها طرية، يعني سيبكم من الجبنة بصراحة متركزوش في الجبنة ركزوا بقى في القطمية كده اللي في ايدي اللي كانت طرية زي الملبن. طبعا بحبكم في الله، يا رب يكون الفيديو عجبكم. بحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. وده كان فيديو بسيط بس عشان اطلع واقول لكم كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم. يا رب تكونوا قضيتوا احلى عيد، ويكون كل ايامكم عيد وفرح وهنا يا رب العالمين. وما تنسينيش بدعوة حلوة من قلوبكم الجميلة، ولايك وشير واشتراك وتفعلوا الجرس. واللي اول مرة يشوف قناة انا وبناتي